شايف القناة اللي قدامك دي قدرت توصل ل1.138 مشترك من خلال 103 فيديو بس، والأقوى من كده إن كل فيديو بيحقق ملايين المشاهدات بشكل مستمر. القناة دي فكرتها بسيطة جدا، وهي شرح تمارين اللياقة بطريقة ذكية وسهلة، ولكن التنفيذ احترافي ومختلف. المفاجأة الحقيقية إنك تقدر تعمل نفس النوع من المحتوى بالظبط من غير خبرة ومن غير برامج معقدة، وتحوله لمحتوى قوي يجيب مشاهدات ضخمة ويكسبك فلوس كمان. في الفيديو ده هشرح لك خطوة بخطوة ازاي تصنع فيديوهات زي دي فايرال بنفس الاسلوب باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي مجانيه بالكامل. عايز تتعلم الطريقه صح من الصفر؟ ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي وصناعه المحتوى. أول خطوة هنروح نفتح شات جي بي تي أو أي شات بوت عندك، وهتيجي هنا هتكتب له البرومبت اللي هسيبه لك تحت في الكومنت المثبت الخاص بالنوع ده من المحتوى. وأنا هنا طالبة منه إن هو يعمل لي 5 برومبتات، تقدر إنك تزود عادي مفيش أي مشكلة. تمام، هتبدأ بقى تبعته له إرسال، وهيبدأ دلوقتي في تجهيز البرومبتات بكل سهولة. هتستناه بقى لحد ما يخلص البرومبتات بتاعتك، تقدر إنك تزود زي ما قلت لك تكتب 15 20. كل اللي عليك إنك هتاخد البرومبت كوبي من الكومنت المثبت وتبدأ إنك تبعته له. زي ما انتم شايفين خلصت البرومبتات بتاعتي اهي بكل سهولة. هنبدأ بقى نيجي هنا على أول برومبت وهنبدأ ناخده كوبي بالشكل ده بكل سهولة كده، هنحدد عليه كله، وهتبدأ بقى إنك تاخده كوبي بالشكل ده ونروح للموقع التاني عشان نحوله إلى صور، هو موقع جوجل ويسك. هتبدأ بقى تستخدمه في إنشاء الصور بشكل مجاني تماما. هتضغط هنا هيفتح معاك بقى الواجهة دي. من هنا هنكتب له البرومبت بتاعنا اللي احنا لسه واخدينه من شات جي بي تي، ومن هنا بتختار المقاس المناسب معاك على حسب شغلك، عايز تعمل فيديوهات طويلة أو فيديوهات شورتس. هتعمل له بيست للبرومبت وبعدين هتضغط على السهم، وهيبدأ إن هو يطلع لك الصورتين بشكل احترافي زي ما احنا شايفين كده. طلع لي الصورتين بشكل احترافي ازاي، ونفس نوع الفيديوهات اللي احنا لسه شايفينها في أول الفيديو. هتبدأ بقى تختار لو عايز تعمل مقاس شورتس، هتدوس على الشورتس وبعدين هتدوس هنا، وهيبدأ إن هو يطلع لك الصورتين برضو بشكل احترافي على حسب بقى المقاس اللي انت حابه. زي ما انتم شايفين الصور طالعة بشكل احترافي جدا. دي أول تمرينة معانا. هتبدأ بقى تعمل الصور بتاعتك كلها على نفس النظام، وهتيجي من السهم ده وهتنزل معاك على الجهاز. هتيجي بقى ترجع هتمسح البرومبت ده، وبعدين هترجع على شات جي بي تي تجيب البرومبت التاني زي ما احنا شايفين كده، هتحدد عليه وتعمله كوبي، وهترجع تاني على ويسك وهتبدأ انك تحطه كده. هتعمل له بيست، وبعدين هتضغط على السهم ده تختار الأول المقاس بتاعك. تمام، وبعدين هتدوس على السهم ده وهيبدأ ان هو يعمله لك. زي ما انتم شايفين كده الصورتين طالعين بشكل احترافي والتفاصيل تحفة ازاي. ودي التمرينة التانية معانا. هنبدأ بقى نعمل التمارين بتاعتنا كلها على نفس النظام، وموقع ويسك تقدر تعمل عليه الصور بشكل مجاني تماما. هتيجي بقى تضغط هنا وهيبدأ ان هو ينزل معاك بكل سهولة. هتبدأ بقى تعمل الخطوات كلها كده، هتمسح البرومبت وترجع لشات جي بي تي وتحط البرومبت الجديد. هتيجي هنا بقى تضغط هنا عشان تحولها الى فيديو، هتكتب البرومبت الخاص بالصورة. تمام، وهتبدأ انك تضغط على السهم ده وهيبدأ ان هو يعمل لك الفيديو بكل سهولة. بترجع لشات جي بي تي عشان تجيب البرومبت الخاص بالصورة. تمام، وبتحطه بكل سهولة، وبعدين بتضغط هنا وهتلاقيه عامل لك الفيديو بالشكل الاحترافي اللي انت شايفه قدامك ده. وانا النهارده هشرح لك طريقتين النهارده في عمل الفيديوهات. الطريقه التانية مجانيه بالكامل، انك هتقدر تحول الى الصور دي الى فيديوهات بشكل مجاني تماما. هتيجي بقى تضغط هنا وهينزل معاك على الجهاز. هتبدا بقى تعمل الصور بتاعتك على نفس النظام ده وتحولها الى فيديوهات. هتضغط هنا وتعمل البرومبت الخاص بالصوره وهيبدا يحولها لك الى فيديو. الموقع التاني بقى اللي هنشرحه هو موقع كروك، وهو مجاني تماما في انشاء الصور والفيديوهات، واحنا النهارده هنستخدمه في تحويل الصور اللي احنا عملناها الى فيديوهات. هتيجي بقى علشان تحول الصور الى فيديوهات هتضغط هنا على ايمج، هيفتح معاك بقى الواجهه دي. هتنزل هنا تحت وهتدوس هنا وهتختار اول اختيار ظاهر معاك، وهتبدا تحمل بقى صوره التمرين اللي انت عايزه. وبعدين هتكتب له البرومبت البسيط اللي انا هسيبه لك برده تحت في الكومنت المثبت. اي حاجه هستخدمها هسيبها لك تحت في الكومنت المثبت، وهتضغط على السهم ده وخلال ثواني هيبدا يعمل لك الفيديو بشكل احترافي جدا وبدون علامه مائيه، وبشكل مجاني هتقدر تعمل العدد اللي انت عايزه من الفيديوهات. تعالوا كده نشوفه مع بعض. زي ما احنا شايفين الفيديو طالع بشكل احترافي زي ما احنا شايفين كده، بجد تحفة. او هتيجي عشان تنزله بتضغط هنا وهينزل معاك. هتبدأ بقى تعمل كل الصور بتاعتك على نفس النظام. هتدوس هنا على ايمج وهترجع هنا تحت، هتيجي هنا وبعدين هتدوس هنا تختار اول اختيار وتحمل له صورة التمرين من على الجهاز. وهيبدأ هنا بقى تكتب له البرومبت اللي انا هسيبه لك برده تحت، وبعدين هتضغط هنا وهيبدأ يعمل لك الفيديو بشكل احترافي. زي ما انتم شايفين هو طلع لي نتيجتين من الفيديو. تعالوا كده بقى، وكمان بيطلع بمؤثر صوتي. تعالوا كده نشوفه مع بعض عامل ازاي. الفيديو على فكرة بيطلع فيديوهات حلوة قوي وبجودة حلوة قوي. لو النتيجة مش عاجباك تضغط على السهم تحت وبيبدأ يعمل لك نتائج تانية، فبجد جميل جدا. تعالوا كده برضو نشوف الفيديو التاني عملهولي ازاي. زي ما احنا شايفين كده برضو الفيديو طالع بشكل احترافي
هتبدأ بقى إنك تعمل الفيديوهات بتاعتك على نفس النظام، هترجع على image وهتبدأ تحمل له الصورة. الخطوة التانية بقى لو انت عايز تعمل مؤثرات صوتية، هتفتح جوجل AI ستوديو وبعدين هتدوس هنا تمام، وهتدوس سنجل سبيكر وترجع لشات جي بي تي وبتقول له اعمل لي تعليق صوتي مناسب للنوع ده من المحتوى، هيبدأ يكتبه لك، هتحطه هنا بيست بالشكل ده، تاخده كوبي من شات جي بي تي وتيجي هنا تحطه بيست، وبعدين بتختار الصوت المناسب معاك. هتلاقي هنا أصوات كتير جدا تقدر إنك تسمعهم وتختار الصوت المناسب معاك. بعد ما بتختار الصوت بتضغط تحت هنا وهيبدأ يعمل لك الصوت بكل سهولة. آخر خطوة معانا بقى وهي خطوة المونتاج، تفتح كاب كات أو أي برنامج مونتاج عندك وبتدوس هنا وبتحمل له كل الفيديوهات بتاعتك، والفيديوهات بتطلع بمؤثرات صوتية، فلو انت مش حابب تعمل تعليق صوتي فما فيش أي مشكلة. تبدأ بقى إنك تسحب الفيديوهات كده بالترتيب اللي انت عايزه على حسب انت حابب تبدأ بأني تمرينة، مش شرط أي حاجة يعني، مش شرط اللي شات جي بي تي عامله، لأ أي حاجة انت حاببها تقدر إنك تعمل التمارين على حسب ما انت حابب. تبدأ بقى تسحب كده بكل سهولة التمارين اللي انت حاببها تبقى جنب بعضها يعني، وتبدأ إنك تسحبها كده جنب بعض بالشكل الاحترافي ده. وزي ما قلت لكم عشان هي بتطلع بمؤثرات صوتية، فانت لو مش حابب إنك تضيف تعليق صوتي عادي، حابب إنك تضيف تعليق صوتي وتعمله أكتر احترافية، فبجد هيبقى جميل جدًا. زي ما انتم شايفين كده بقى بتبدأ إنك تحط الفيديوهات كده كلها جنب بعض، وأنا هنا شارحة لك كذا طريقة لعمل الفيديوهات، يعني تحويل الصور إلى فيديوهات، الطريقتين اللي شرحتهم لك النهاردة علشان لو واحدة ما نفعتش معاك تنفع التانية. زي ما احنا شايفين كده الفيديو اهو طالع بشكل احترافي. هوريك ازاي بقى تقدر انك تضيف مثلا لو حابب تضيف افكتات ما بين كل فيديو وفيديو هوريك. هنا لو حابب انك تقصر مثلا او تشيل جزئية عادي جدا تقدر انك تتحكم في الفيديو من تحت كده، وبعدين بتدوس على اكسبورت ويبدأ ينزل معاك على الجهاز بشكل مجاني. هنا لو حابب تضيف اي ميوزك بتدوس هنا هتلاقي ميوزكات كتير، وهتلاقي هنا ساوند افكت برضو لو حابب تضيف اي ساوند افكت، وهنا افكتات برضو لو انت حابب تضيف اي انتقالات كده ما بين كل فيديو وفيديو برضو هيديك طابع حلو قوي. لو انت حابب برضو تضيف اي نصوص من هنا بقى برضو بتبدأ انك تحمل له لو انت عامل تعليق صوتي تقوم سحبه هنا تحت الفيديوهات وهيبدأ ان هو يعمله لك. بعد بقى ما بتخلص الفيديو بتاعك بتدوس على اكسبورت وبيبدأ ينزل معاك على الجهاز ويبقى جاهز للنشر بكل سهولة. عجبك الشرح متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم ال AI، وتشارك الفيديوهات مع اصحابك عشان اشارك معاكم مواقع مجانية اكتر.